أعتقد بأن الجزائر سحبت البساط من باريس اقتصاديا، وهذا تقريبا منذ حوالي 5 أو 6 سنوات. الجزائر من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية النشطة جدا ربطت علاقات متميزة مع عديد الدول مثل الصين، تركيا، قطر، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية. فمثلا الصين باتت هي أكبر مورد للجزائر، وقد استفادت الصين من عديد المشاريع الاستثمارية سواء في البنى التحتية أو في مجالات أخرى هنا في الجزائر. نتكلم على مشروع طريق السيار الشرق غرب، مشروع الجزائر الأعظم. نتكلم على مشاريع سكنية بقيمتها فوق 1 مليار دولار. نتكلم على مشاريع مثل شراكة، مثل غار جبيلات، مشروع غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج في شرق البلاد، ومشاريع أخرى. هناك أيضا نتكلم على إيطاليا التي باتت منصة لتوزيع الغاز والطاقة الجزائرية إلى أوروبا، وهناك مشروع جزائري إيطالي للزراعات الاستراتيجية. إذا تكلمنا أيضا على قطر كدولة عربية، هناك مشاريع واعدة جدا سواء في مجال السياحة أو الصحة أو في مجال صناعة الألبان إلى غير ذلك. حتى الولايات المتحدة الأمريكية تربطنا علاقات اقتصادية متميزة معها، والولايات المتحدة الأمريكية كانت ضيف شرف في معرض الجزائر الدولي منذ سنتين تقريبا. أما فرنسا فأعتقد بأن العلاقات تراجعت بشدة، العلاقات الاقتصادية، والدليل على ذلك أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر لم تتعدى 2.5 مليار دولار، وهو رقم هزيل جدا يعني. أما من ناحية التجارية، فالصادرات الفرنسية للجزائر فتقريبا في حدود 3 مليار دولار. وبالتالي فإنه كحوصلة نستطيع القول بأن فرنسا تدحرجت أهميتها الاقتصادية هنا في الجزائر، والجزائر أصبحت تبحث عن شراكات أخرى، شراكات وفق للندية الاقتصادية، وفق لمبدأ رابح رابح، ووفق للمصلحة المشتركة. تربطنا علاقات متميزة مع عديد الدول من الشرق ومن الغرب، دول عربية، دول إفريقية. وبالتالي نستطيع القول أنه الآن الجزائر استطاعت الاستغناء عن باريس، في حين هل تستطيع باريس الاستغناء عن الطاقة الجزائرية؟ هذا هو السؤال المطروح.